السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم مشاهد الحدث وإليكم التفاصيل. بينهم قاهر فينيسيوس، ثلاث لاعبين جدد يقتربون من منتخب المغرب. لنشاهد التفاصيل. قبل الدخول في التفاصيل إخواني الكرام، المرجو منكم وضع لايك للفيديو وتعليق محفز لنستمر وضع المزيد عن الفيديوهات الخاصة عن المنتخب المغربي. وإليكم التفاصيل. يواصل مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي استعداده لتحديد خياراته في القائمة التي سيعلن عنها للمشاركة في المعسكر الإعدادي القادم شهر مارس ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 2026. ويلاقي المنتخب المغربي نظيره النيجيري والتنزاني في تصفية المونديال القادم يومي 19 و 22 من مارس المقبل. ومع اقتراب تجمع منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي، يتطلع الركراكي إلى بناء منتخب قوي ومتكامل واختيار العناصر الأكثر جاهزية إلى جانب استكشاف لاعبين جدد يمكنهم أن يكونوا إضافة قوية للمنتخب في المستقبل. الركراكي يستهدف منح الفرصة للمواهب، ويعمل وليد الركراكي على متابعة العديد من اللاعبين المحليين والدوليين الذين يمكن أن يقدموا مستوى مميزا مع المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن يشهد المعسكر المقبل للمنتخب حضور بعض الأسماء الجديدة التي أثبتت نفسها في البطولات الأوروبية، حيث يسعى الركراكي دائما لمنح الفرصة للمواهب الصاعدة التي يمكنها أن تضيف التنوع والعمق إلى صفوف أسود الأطلس. ويستعرض هذا التقرير أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب المغربي. الهلالي يحرج مدرب منتخب المغرب، ويأتي تألق عمر الهلالي الظهير الأيمن لنادي إسبانيول ليحرج الركراكي، إذ قدم مستوى كبيرا في فوز فريقه على ريال مدريد أمس السبت في الأسبوع 22 من الدوري الإسباني. ويطالب الجمهور المغربي باستدعاء الهلالي وتوظيفه في مركز قلب الدفاع إلى جانب نايف أكرد في ظل المشاكل التي يعانيها منتخب المغرب في هذا المركز. وقهر الهلالي النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهة إسبانيول وريال مدريد بعدما نجح في إيقاف جميع محاولات النجم السامبا ليحرج الركراكي الذي لم يوجه له الدعوة رغم تألقه من قبل. وستكون الفرصة مواتية للاعب إسبانيول للعب في قلب الدفاع، بحكم أن مركز الظهير الأيمن يشغله أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد. وأيوب بوعدي الهدف المقبل. ليست مفاجأة أن يكون وليد الركراكي قد أبدى اهتماما خاصا باستدعاء اللاعب الشاب أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي إلى صفوف المنتخب المغربي في المعسكرات المقبلة. الركراكي يتابع عن كتب تطور أداء بوعدي ويشيد بقدراته الفنية والبدنية خاصة في المراوغة والتمريرات الحاسمة هذا الموسم مع ليل. ومن المتوقع أن يكون حاضرا مع أسود الأطلس في مارس القادم لسحب البساط من منتخب فرنسا الذي رغب في الاحتفاظ به لامتلاك الجنسيتين المغربية والفرنسية. وتألق ديوب مع نيس يثير اهتمام الركراكي. من جانبه يظل سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي من أبرز الأسماء التي تحظى بمتابعة خاصة من وليد الركراكي، وقد تكون الفرصة مواتية لاستدعائه في المباراتين القادمتين. ولعب ديوب الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم 24 مباراة مع نيس في مختلف المسابقات، سجل فيها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.